السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن آخر نوع من أنواع الbuilder هو الfaceted builder. تمام. إحنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة الbuilder أول مرة زي ما اتكلمنا عن HTML، تاني مرة إزاي يعني أبني HTML بالinline بتاعته، بفكرة إن يكون في spaces ما بين الparent والchild حتى nested child لحد ايا كان عدد الشايلد. تمام. لما بنينا التري ساعتها فعملنا بيلدر ان هو يقدر يبني ال HTML بالصورة دي. بعد كده رحنا اتكلمنا عن فكرة الفلوينت بيلدر. تمام. لما اتكلمنا ان ازاي يكون الخطوات بتاعت البيلدر تكون ورا بعض، مش محتاج ان انا كل شوية اقول مثلا اوبجكت الاوبجكت بتاعي دوت الفانكشن. تمام. لا، على طول يبقى دوت الفانكشن دوت الفانكشن دوت الفانكشن، بحيث ان كل فانكشن بترجع نسخة تاني من الاوبجكت. واتكلمنا ازاي يتعامل النظام ده لو في inheritance. تمام. وازاي البيرنت يشوف الشايلد والشايلد يشوف البيرنت وهكذا. تمام. بعد كده اتكلمنا على فكرة الستيب وايز، فكرة ازاي مثلا احكم الترتيب بتاع بناء الاوبجكت. مش ما ينفعش مثلا ان انا لما اتكلمنا ساعتها عن مثال العربية، ازاي مثلا حد يدخل مقاس العجلة قبل ما يقول نوع العربية، لان بناء على نوع العربية انا هبدأ احدد مقاس العجلة ده ينفع ولا لا. تمام. ف... فدي الفكرة. بعد كده رحنا اتكلمنا عن الفانكشنال بيلدر. تمام. واتكلمنا عليه ازاي يكون في عندي عدد غير محدد من الفانكشنز جوه البيرنت جوه البيلدر بتاعي، سواء كانت آه، عن طريقتين: فكرة ان انا اعمل ليست من الفانكشن، او ان انا استخدم extensible كلاس يتحط فيه extensible method. تمام. من بره الكلاس اصلا. وبعد كده نيجي النهارده لاخر نوع من انواع البيلدر هو الفاسيدد بيلدر. تمام. وده كل فكرته باختصار ان انا مش شرط ان يكون عندي بيلدر واحد بس علشان خاطر ايه ابني الاوبجكت بتاعي. لا، انا ممكن يكون عندي اكتر من بيلدر. تمام. يعني خلينا مثلا احنا بنتكلم دلوقتي ان انا عندي نيم سبيس مثلا فاسيدد بيلدر. ده ممكن بس نحط قبلها اليوزنج بتاعتي static system console. تمام. وبعد كده مثلا هعمل كلاس بروجرام. ممكن هيعمل ايه هو ان كان public class program، وادي الفاسيتد بيلدر. ماشي، خلينا ما علينا بيه دلوقتي. احنا خلينا نعمل الكلاس بقى بتاعنا ان انا هعمل والله كلاس بيرسون. تمام. بيرسون ده هيكون مثلا فيه كذا حاجه. اول حاجه مثلا البيانات اللي هي العاديه بتاعته، او مثلا خلينا نقول مثلا بيانات العنوان بتاعه. يعني العنوان انا مش عايز اخزنه في حته واحده بس. يعني بافتراض ان انا مثلا هستخدم السيتي مثلا في حاجه معينه، هستخدم مثلا البوستال كود بتاعه مثلا في حاجه معينه، هستخدم مثلا الادرس بتاعه في حاجه معينه ايا كان يعني. تمام. فانا هفصلهم عن بعض. ماشي. فخلينا مثلا نقول ان ده مثلا ستريت ادرس او ستريت. تمام. وطبعا هو في العادي المفروض نعملها يعني ستراكشر او حاجه زي كده، بس عشان خاطر لو بخزنها في داتابيز او حاجه. تمام. بعد كده مثلا السيتي، وهقول مثلا ماشي خلينا في الستيت، ومثلا الكود بتاع البريد ولا اي حاجه. تمام كده. برضه نفس الكلام لو انا عندي مثلا الشغل بتاعه، ان هو مثلا انا مش عايز اقول ان هو شغال مثلا تيم ليدر في شركة كذا. لا، انا عايز اقول مثلا البوزيشن بتاعه، الشركة اللي هو شغال فيها، وليكن مثلا بياخد كام. تمام. فمثلا خلينا نقول ان انا هقول والله اول حاجة مثلا public string position. تمام. بعد كده مثلا public string تاني مثلا company، وبعد كده public string او مثلا public double salary، او خلينا نسميها annual salary مثلا المرتب السنوي بتاعه. تمام كده. بحيث اللي هو انا كده خلاص بقى دخلت. ممكن مثلا هنا يبقى ادي النيم والايج مثلا، ممكن نضيف عليهم حاجه ثالثه بحيث برضو يكون عندي كأنه نوع من انواع بيلدر ثالث. بس احنا مثلا خلينا نقسم
الشغل بتاعنا. فانا حاليا يبقى انا عندي بيلدر للشغل، تمام، لحد هنا، وبعد كده بيلدر للايه، للادرس، تمام، يعني الفولدر كده. فانا كده هعمل 2 بيلدر، تمام. فخلينا مثلا اول حاجه نبني البيلدر الاساسي بتاعي، فاقول مثلا بابليك بيرسون بيلدر، تمام. وطبعا هنا كتبهم كلهم في حته واحده، انا مش عايز كده، تمام. خلينا نشيل من اول هنا اهو، او ما نشيلوش، ممكن ناخده كوبي، ممكن نحتاجه، تمام. احنا كده شلنا ادي اول حاجه، دول ممكن ما نحتاجوش اصلا، ماشي. برضو ممكن، واحنا ممكن نشيل النيم والايج دلوقتي، عشان بس ايه ما نلخبطش نفسنا. خلينا في الجوب وخلينا في الادرس، تمام كده، وشيل الاتنين دول خالص، تمام. طب اول حاجه خلاص انا قلت دلوقتي ان انا عندي البيرسون بتاعي، تمام. وخلي مثلا البيرسون ده يتبعت في الكونستراكتور مثلا يعني، او خليه ما يتبعتش في الكونستراكتور، مش ازمه. خليه يتعامل نيو كل مره، تمام كده. فانا دلوقتي بقى عندي البيرسون ده، تمام. فانا ازاي بقى دلوقتي ان انا اقول هعمل 2 بيلدر والاتنين يشتغلوا بنفس الطريقه؟ اول حاجه هعمل البيلدر بتاعي العادي، اللي هو البيلدر بتاع الجوب مثلا بيلدر، تمام. هقول والله ان هو works as كذا at company كذا، ومثلا والايرنينج بتاعه كذا، تمام. هو هنا عشان اعملها برايفت خليها بابليك، تمام كده. بس فهو دلوقتي خلاص بقينا ادي البيلدر الاول بتاعي. خلينا نعمل البيلدر التاني اللي هو بتاع الادرس بتاعه، تمام. ان هو الراجل ساكن هنا والستيت بتاعته كذا وزي كذا والليفز ات، ونكتب مثلا الستريت وهكذا، تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عايز بقى اقول له ان احنا هنبدا، او بمعنى صح احنا ممكن نسيبها برايفت فوق، معلش احنا نسيب دي برايفت زي ما كانت لسبب بسيط، تمام. هنعمل هنا اسمه ايه ده، الكونستراكتور بتاع الجوب بيلدر، تمام. public person job builder، تمام. ده هياخد person، تمام. ومثلا هيبقى عندي هنا البيرسون بيرسون مثلا، وهقول له ان انت هنا هتشتغل على البيرسون ده، بيرسون ايكوال بيرسون، بحيث ان انا هنا، او ممكن مثلا نسمي ده الداش بيرسون، عشان يبقى ايه بدل ما نقعد نعدل فيها تحت، تمام. شيل الواو من هنا، حلو كده. فدلوقتي بقى خلاص انا دلوقتي هبعت له البيرسون وهو هيعدل فيه زي ما هو، وكده كده الاثنين ريفرنس لبعض، فاللي هيتعدل هنا هيتعدل هنا، تمام. نفس الكلام هنعمله في التانية دي، ان انا هقول والله هعمل الكونستراكتور بتاعي person address builder، وهبعت له هنا البيرسون person، تمام. وهقول هنا نفس الكلام، ماشي. وبعد كده اقول هنا والله ان الداش بيرسون ده ايكوال البيرسون، تمام كده. هاجي بقى فوق في الكونستراكتور الكبير بتاعي، تمام. ان انا اقدر اقول له والله ان هعمل اوبجكت من الكلاس ده، يعني اقول له مثلا public مثلا نسميها work سوري public person job builder، تمام. works مثلا، وهنرجع اوبجكت من person job builder، تمام كده. فهو دلوقتي راح بعت نيو زي ما قلنا في سي شارب 12 ان نيو هنا بتعوض عن الاوبجكت ده، وبعت له البيرسون اللي هو الايه اللي عندي، تمام. نعمل له الثانيه ان هو lives مثلا بيعيش في الحته دي، وبرضه ايه ببعت له البيرسون بتاعه، تمام. احنا ممكن كمان نغير الفانكشن دي في طريقه، ان انا مثلا اقول له والله public مش فاكر كان اسمها ايه والله، ان هي في طريقه يعني ان انا قلت له ان انت لو هتعمل اوبجكت من اي حاجه من الكلاس ده تلقائي يتعمل لها كاستنج implicit تقريبا implicit كان اسمها ايه person، ماشي. implicit، لا هي في فانكشن كده افتكرها عامه يعني واكتبها لكم، بس خلينا مثلا في بيلد دلوقتي خلاص، تمام. فنيجي مثلا هنا نشيل الكلاس ده خلاص مش لازمه،
فانا هنا دلوقتي ايه لما هقول والله ان انا هعمل اوبجكت من البيلدر بتاعي، فهقول public builder equal new person builder. تمام. بعد كده هقول والله var person dot builder dot works. تمام. وبعد كده رحت حددت هو شغال فين بالظبط وبيقبض كام، وبعد كده دوت ليفز، وبعد كده رحت حددت المنطقه اللي هو ساكن فيها، وفي الاخر رحت قلت له ايه دوت بيلد. ممكن نيجي هنا نقول له ايه اطبع لي البيرسون ده. تمام. وممكن هنا نعمل اوفر رايد للفانكشن هي بتاعت تو سترينج. يعني مثلا نقول هنا public override. تمام. ولو جينا عملنا run مش في حاجة غلط. البوزيشن البيرسون هنا اتبعت بنال. هنا فوق لما جينا عرفناه البيرسون بيلدر البيرسون ايكوال نيو. طب المفروض خليهوش نيو. طيب خليهوش ريد اونلي. ممكن ريد اونلي هي اللي تعمل مشكلة. برضو لازال البيرسون في البيرسون بيلدر بنال. طب ثواني. ممكن نعرفه في الكونستراكتور equal new person. ولازال برضو بنال. ممكن احنا عشان مش حاطين هنا constructor public person. تمام. لازال بنال. طب ثواني بالمرة حتى اجيب لكم الطريقة التانية بتاعت ان هو يرجع البيلد على طول بدل ما احنا نعمل فانكشن خاصة بالبيلد. طيب احنا غيرنا بس حاجة بسيطة، وان انا عملت الاوبجكت ده protected. تمام. وشلت الاوبجكت اللي كان هنا لان كان مش شايفه. تمام. لسبب ما يعني فكرة الريفرنس تختلف من الكلاس للكلاس التاني. تمام. بس فهي دي كل الفكرة اللي حصلت. الطريقة بتاعت ان انا اخلي الكلاس ده بمجرد ما يتعامل منه اوبجكت من غير ما انا احوله او اعمل بيلد هو تلقائي يتحول لبيرسون. تمام. ان انا بعمل هنا public static implicit. تمام اوبريتور. وبحدد نوع الاوبجكت اللي راجع، وبقول له والله ان هو ده هيتبعت لك حاجه من البيرسون بيلدر. تمام. يعني هو اي حاجه هتتبعت من البيلدر تلقائي لما تيجي تخلص كل الشغل بتاعك هتحول ايه او بمعنى صح هترجع بيرسون، مش هترجع اوبجكت من البيلدر ابدا. تمام كده. بس فهو هنا بعد ما هيخلص خلاص يجي عند علامه الايكوال هيروح ايه مخزن هنا بيرسون على طول، حتى لو شلت انا من هنا بيلد. تمام. برضو هنا اللي ايه اللي راجع هو بعد ما هيخلص هيلاقي ان ايه اللي راجع بيرسون. تمام. ثواني كده في ثواني. المفروض كده تلقى عمل ممكن implicit operator تاني. public address builder احنا قلنا هنا person builder وما يرث منه المفروض. ماشي. عامة يعني هي دي كل دي الطريقة، بس ممكن فيها حاجة غلط انا برضو مش فاكرها قوي يعني الصراحة. ف بس هو عامة يعني احنا لو البيلد هتلاقيها مكفية. دي حاجة اساسا اضافية يعني مكانتش تبع الشرح اساسا. انا برضو لو افتكرها واحطها في الفيديو الجاي ان شاء الله بحيث برضو كمعلومة جديدة يعني ان شاء الله. تمام كده.
بس فدي حاليا دي فكره الفاسيلتي بيلدر، ان انا بقسم بس الاوبجكت على اتنين، او بقسم البيلدر على اتنين او تلاته او اربعه، علشان خاطر يكون الموضوع اسهل في التعامل مع البيلدر. تمام. وان انا ابقى فاهم الكود. يعني هنا لو هنا بصيت هلاقي ان builder دوت وركس. تمام. هرجع للبيرسون بيلدر بتاعي هلاقي ان هنا دوت وركس هي اوبجكت من البيرسون جوب بيلدر. فانا خلاص بقى الموضوع اسهل، بدل ما كنت انا مثلا ادور على دي كانت تبع مين ودي تبع مين ودي تبع مين، لا يبقى الموضوع متقسم بطريقه افضل من كده يعني. تمام. بس هي دي حاليا كل الفكره بتاعت البيلدر من اولها لاخرها. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوها بشكل كامل، وان شاء الله الايام الجايه نكمل في باقي ديزاين باترن. شكرا. السلام عليكم.